وانت خليت مصر كلها تقول جعفر العمدة، فانا خليت مصر كلها تقول على الطلاق كله بيكذب. لو انت خليت مصر كلها تقول جعفر العمدة، انا خليتهم يقولوا عليا الطلاق كله بيكذب. ولو انت معاك نفوس فانا معايا ربنا وما ورايش حاجة غيرك وجاي معاك في وجع قلب. وهكون نمبر 1 كزبرة بيتحدى محمد رمضان قدام الجمهور. نجاح كبير حققه مطرب المهرجانات كزبرة خلال سيزون رمضان 2024، وده بعد ظهوره مع النجم محمد امام في مسلسل كوبرا، فبقى حديث الجمهور كله وتصدر الترند بسبب خفة دم وتميزه في الأداء الكوميدي. لكن المفاجأة إن نجاح كزبرة خلاه يتغر وبقى شايف نفسه، ووصل الغرور بيه إنه يتحدى النجم محمد رمضان في الغنى والتمثيل. مش بس كده، ده كمان شايف نفسه إنه هيكون نمبر 1. فيا ترى إيه الحكاية؟ البداية كانت مع فيديو لكزبرة انتشر على السوشيال ميديا ما بين المتابعين، واللي بيظهر فيه كزبرة وبيتحدى نمبر 1. فقال كزبرة في الفيديو: لو أنت خليت مصر كلها تقول جعفر العمدة، أنا بقى خليت مصر كلها تقول عليا الطلاق كله بيكذب. ولو أنت معاك فلوس ونفوس فأنا معايا ربنا، ولو انت كلت الجو فانا اللي ماسك الاسفلت، ولو انت بتتسامع في البي ام واللامبورجيني فانا بتسامع في التكاتك، انا صوت الشارع وعليا الطلاق كله بيكذب، وانا ما ورايش حاجه وجاي في وجع قلب الفتره اللي جايه. استغرب المتابعين من فيديو كزبرة وانه بيتحدى فيه محمد رمضان، خاصه انه لسه شهرته في البدايه ولسه بدري عليه لحد ما يوصل لشهره محمد رمضان. لكن اكتشف المتابعين ان الفيديو قديم وقبل ما كزبرة يمثل فيلم الحريفه او كوبرا. لكن الواضح ان الخلافات ما بين كزبرة ونمبر 1 بدات من قبل ما حتى كزبرة يمثل. فبعد ما طرح محمد رمضان اغنيه 5 على فيلم على الزيرو، اتهم كزبرة بانه سارق الحان واحده من اغنياته، وكتب في بوست على الفيسبوك: تم قفل تراك 5 للنجم محمد رمضان، وده حقي طبعا لانه تراكي، كلمات والحان وغنى. النجم نزل اغنيه 5 بعد نزول اغنيتي بشهر، خد كلمات ولحن، فتم اتخاذ اجراء القفل وده اقل حقوقي. وفعلا نفذ كزبرة كلامه وقفل اغنيه محمد رمضان بسبب حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بيه. وما وقفتش خلافات كزبرة ومحمد رمضان لحد هنا، لكن كمان استمرت بسبب ان كزبرة ما خدش حقوقه الخاصه بالاغنيه، وده اللي خلاه يتهم رمضان قدام الجمهور انه بعت له الجاردات بتوعه علشان يهددوه. وطلع كزبرة في فيديو وقال: كان عندي مشكله مع محمد رمضان انه خد مني تراك اغنيه 5 من فتره، وفتحت الموضوع تاني لانه لسه قافل الاغنيه، وكده خدت حقي، واحنا مش في مجال رز بلبن، في حاجه اسمها مصنفات وحقوق الالحان والكلمات. وبالنسبه للبودي جاردات اللي بعتهم ليا، انا ما بعتمدش وما بخافش لان عليا الطلاق كله بيكذب. الغريب ان قدام اتهامات كزبرة دي كلها لنمبر 1 والهجوم عليه وتحديه ليه، لكن محمد رمضان كان بيتجاهل كل اللي بيقوله كزبرة وما بيردش عليه، وكأنه مش عايز يخليه يحقق شهرة ولا ترند على حسابه. وطبعا بعد ما انتشر الفيديوهات دي كلها، بدأ الجمهور يتكلم عن وجود عداوة ما بين محمد رمضان وكزبرة. ظهر مدير اعمال كزبرة واكد ان مفيش ما بينهم عداوة ولا حاجة، وان اغلب كلام كزبرة في فيديوهاته بيكون هزار. وقال مدير اعمال كزبرة في كلامه: مفيش جاردات اتعدت على كزبرة ولا حاجة، هو قال كده كان بيهزر في البث المباشر مع المتابعين، وكان واضح انه بيهزر مع الجمهور. كل اللي حصل ان احنا قفلنا اغنيه 5 لمحمد رمضان من فيلم على الزيرو، لان حقوق الملكيه الفكريه بترجع لكزبرة، ورمضان تعدى على الكلام والالحان بتاعه الاغنيه، وفي تواصل بيننا وبين شركه انتاج فيلم على الزيرو علشان نحل الازمه بتاعه الاغنيه. فترى المنافسه ما بين كزبرة ونمبر 1 هترجع تاني بعد ما كزبرة بقى بيمثل كمان ويغني زيه زي محمد رمضان، ولا هيكونوا صحاب وممكن يعملوا دايو مع بعض؟